وعنواتها تنخفض، انما على طول بيبداوا كده أنا زيك وادي هو بقول لك زيك وادي هدف. هدف اهو زيك وبقول لك ادي هدف. مكي ياخد من مكشة يعني كرة ترجع غلط غلط غلط، هنشوفها مرة تانية. لسه بقول لحضراتكم الجماهير ليها اثر، النادي الاهلي لسه بيفكر في السوبر، انما كده الهدف ده هيصحصح الدنيا. ادي مشهور اهو، وادي حلمي طولان، وادي الغلط الكبير قوي من شديد قناوي، وادي المتابعه الحلوه قوي من احمد حسن مكي. ادي شديد قناوي اهو، يعني غلطه عمره، واحمد حسن مكي يحط هدف يعني بذكاء اهو، وترقيصه كمال اكرامي بعد 5 دقائق من بدايه الشوط الاول. يتقدم الحدود بهدف لمكي من خطأ قاتل اهو، من خطأ قاتل طبعا من احمد شديد قناوي، بيلعبها بوش رجله بقى وما بصش وراه. الكرات صاحبة المهارة، انما في كور بتمشي معاه وفي كور ما بتمشيش معاه، وعلى طول الكرة ما طلعتش. صبري لعيب كويس خلي بالكم، لعيب كويس خلي بالكم، لعيب كويس خلي بالكم. يعني حلمي طولان عينه حلو على اللعيبه وعاوز يجرب ويجرب. يا ولد يا معتز يا اينو بيقول لهم ما اوعى تلمسوني. فين مستر جوزيه ده؟ فين هو؟ كوره مبختة لا تصد ولا ترد، وكأن شريف إكرامي يا عيني يعني بيجيله كور لا تصد ولا ترد ولا يلام عنها، بيحرجم وحرجم اهو. بيقول لعبد الله السعيد ده انا اينو، انما كان واخد خطوه زي شويه، واينو يحرز هدف الثاني لحرس الحدود اهو بقنبله من على حدود منطقه الجزاء. قنبله جامده 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 من كراته بتاعت زمان، عشان يتقدم حرس الحدود بهدف ثاني بعد 5 دقايق من زمن الشوط الثاني. يبقى اول 5 دقايق من الشوط الاول احرز مكي هدفه، واول 5 دقايق من الشوط الثاني احرز اينو هدفه. كورتين حلوين وتصعد مصطفى جمال، يعني عاملين يعني شكل كويس دفاعي في نص الملعب، والاطراف شغاله اهو. الراجل ماشي بقول لكم نجم مين ده؟ النجم القوي قوي قوي احمد صبري. والهدف الثالث واللي انهى المباراه لمكي والهدف الثاني ليه، يبقى احمد مكي يعني هو هدف ثالث على عكس متوقع 3-0، ولكن باقتدار 3 أهداف باقتدار، يعني 3 أهداف باقتدار لحرس الحدود، الثلاثه احلى من بعض. شوفوا بقى الولد احمد صبري، بص حضراتكم، اكل عيش كويس قوي على الطرف الشمال هناك، واثق من نفسه. يا سلام على احمد صبري والتحرك بدون كره لمكي اهو. بص حضراتكم في الدقيقه 34 الولد الشقي ده اللي اكتشفه طولان، وعلى طول يلعب كوره وعامل ماتش كويس قوي. في الدقيقه 34 من زمن الشوط الثاني يتقدم الحدود بهدف ثالث للا شيء للنادي الاهلي.